جربوها بقى يا جماعه عشان بجد طلعت خطيره. صباح الفل، عاملين ايه؟ بجرب كده ان انا اعمل دلوقتي بيتزا كده صحيه، مش بيتزا قوي يعني بس هنجرب يعني. جبت دلوقتي اهو العيش بتاعي، العيش ده حلو جدا جدا. بعدين بقى احط على العيش ده معلقه من صوص البيتزا، يعني هنجرب هنشوف هتنفع ولا لا، هتبقى لذيذه ولا لا، بس انا اتوقع انها هتبقى لذيذه يعني، بس نجرب مع بعض. مش هكتر قوي عشان انا عايزاها صحيه يعني. ننزل بالجبنه الموتزاريلا، بعدين بقى حطوا اي توبنج انتوا عايزينه. انا هحط فلفل وطماطم، ولو كان فيه زيتون كنت هحطه طبعا، بس للاسف ما عنديش. بصوا هرش رشه بسيطه قوي من زيت الزيتون، وبعدين ايه احط كده العجينه، اطلع عليها النار بقى. يعني انا تقريبا يعني اول مره اجرب الموضوع ده، بس هحطها على نار هاديه قوي وهغطيها عشان الجبنه تسيح. يعني نغطي كده، نولع النار بقى هاديه. بصوا اهدى نار عندكم حطوا عليها، عشان انا اعتقد لو احنا علينا النار هتتحرق من تحت وهتكون لسه الجبنه مسحتش. بس بجد يا جماعه العيش ده اختراع، يعني خدوا سكرين شوت، هو فعلا حلو جدا وطعمه حلو. يعني انا كنت متخيله ان طعمه هيبقى وحش، صدقوني طعمه حلو جدا جدا جدا. شكلها كده هتطلع جامده. ايه يا جماعه، صدق اللي قال الحاجه ام الاختراع. يعني الواحد عشان عايز ياكل صحي ونفسه ياكل بيتزا، والله بجد الفكره جات لي كده وانا قاعده على السرير، لما احط العيش كده واحط عليه جبنه موتزاريلا فاهمين؟ يعني بجد فعلا الواحد لما بيبقى محتاج حاجه بيخترعها